في آخر كام أسبوع الشرق الأوسط اتقلب حرفيا، خرايط بتتغير ودول بتعيد حساباتها وقوة عالمية داخلة وسحبة وتحالفات بتتبني وتتفض في نفس اليوم. ووسط ده كله في دولة واحدة بس كل الخيوط رايحة عندها وكل القرارات بتتوزن على ميزانها. طب يا ترى مين الدولة اللي عندها كل الخيوط دي؟ مصر. عايز تعرف ازاي وعايز تعرف التفاصيل هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو سبسكرايب على اليوتيوب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصة مع اسلام انور. يلا بينا. قبل ما ابتدي واحكي لك التفاصيل ركز كده معايا وهات قهوتك، لان الكلام اللي انا هقوله لك ده مش هتلاقي الاعلام المصري او الاعلام بتاعنا بيتكلم عنها كتير. بص يا سيدي، الوضع في غزة اليوم غير اي يوم فات. اللي كان مستحيل من شهور النهارده واقع. الاتفاق صامت، القصف واقف، القتل والابادة متوقفة، والمساعدات داخله بجنون. شاحنات، معدات، جرافات، اوناش شغاله 24 ساعه، بتفتح طرق وتشيل ركام وتطهر مخلفات حرب وتبني معسكرات بخيام مجهزه ضد المطر وبسرعه قياسيه. ومش بس كده، في تحرك دبلوماسي حقيقي مش مجرد كلام اعلام. في لقاء بين ويتكوف وخليل الحية لبدء المرحله الثانيه من الاتفاق. والاهم داخل اسرائيل نفسها بيتكلموا عن اصدار عفو رئاسي لنتنياهو، ومش حبا فيه لكن علشان يوقف اي قرارات مجنونه تشعل المنطقه وتامنه من السجن مقابل انه يلتزم بالهدوء. طب ليه؟ لان نتنياهو مصلحته فوق الدوله، والناس خلاص فهمت ده. دوليا الصدى ايجابي جدا، خصوصا بعد الخطوه المفاجاه من الاداره الامريكيه. لاول مره من 20 سنة أمريكا بتعلن إنها تدرس خطوات لإقامة دولة فلسطينية بعد عقود كاملة كانوا بيقولوا ده غير منطقي ومستحيل ومش وقته. النهاردة بيقولوا بندرس، وده تحول تاريخي. وعلشان الموضوع يكمل طلعت السعودية بتصريح رسمي بيقفل الباب ده تماما. مفيش تطبيع ومفيش اتفاق إبراهيمي بدون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. يعني أي حد كان بيقول السعودية هتطبع خلاص الكلام اتقفل. نروح بقى الملف لبنان. مصر لحد دلوقتي ناجحة في خطواتها علشان تكبح جماح وتهور نتنياهو رغبته في انه يعمل مشكله ويضرب لبنان تاني علشان ياخد تنازلات اكبر. وحاليا مصر في تفاوض مباشر مع كل الاطراف علشان يفوتوا الفرصه على نتنياهو بسرعه. ايران استجابت، وامين حزب الله طلع تاني وفورا عدل خطابه وقال لا خوف على اسرائيل ولا نهاجم شمال اسرائيل مره اخرى. وحاليا في تفاوض على فكره الدمج مع الجيش اللبناني، لاننا دايما بنقول جيش لبنان ضعيف، ولو حزب الله كمان انتهى هنلاقي اسرائيل جوه بيروت. اذا امور لبنان ايجابيه وبشكل يطمن. على الناحيه الثانيه السودان، قلنا وهنكرر تاني تابعوا في هدوء وسيبكم من الحشو الاعلامي. طبيعي اخبار حرب غزه هديت، وطبيعي كل وسائل الاعلام هتدور على اماكن سخنه تتابع فيها الاخبار علشان يبقى في مشاهدات واثاره تجذب المشاهد. السودان حاليا رغم كل المأساة الموجوده اقل مليون مره من الكوارث اللي فاتت من اول الحرب، وكل العالم تجاهلها وركز على غزه. دلوقتي غزه هديت، فطبيعي هينقلوا الاحداث والتركيز على السودان. طب ايه بقى اللي بيحصل في السودان؟ مفيش اي جديد. الحرب هتقف وفي تدخلات قويه جدا طبقا لرؤيه مصر في تهدئه الشرق الاوسط، وهتتنفذ وحرفيا هتتنفذ. قلنا حرفيا قبل كده الطرفين والبرهان وحميدتي هيعملوا المستحيل علشان يحسنوا وضعهم في المفاوضات. وقلنا برضو ان مصر مع مؤسسات الدوله الرسميه والجيش السوداني، لكن برضو البرهان وحميدتي الاثنين اسوأ من بعض، واحد اخوان رسميا والتاني مرتزقه وعميل. وقلنا حرفيا السودان من سنه 56 وهو في حروب اهليه طول الوقت، يعني الاوضاع دي طول عمرها قائمه. طب ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان مصر مش عايزه السوداني واحد على ارضها، وان الحرب الحاليه بتهدد الامن القومي المصري مباشره. قبل كده كان التهديد اقل، وكمان كفايه تهاون مع المكاسب والفرص. الشرف مش معناه ابدا اننا نتجاهل المكاسب ونسيبها كلها للاخرين، لان دي تعويضات عن بهدله مصر مع ما يزيد عن ربع تعداد الشعب السوداني اللي اتحملتهم مصر لوحدها. طب ليه نتحمل ده؟ بمناسبه ايه مجانا؟ ليه روح الشعب المصري تطلع بسبب غلاء الاسعار والايجارات والمزاحمه في الشغل وفي كل حاجه؟ من شعب ودوله غنيه غنى فاحش وسايبه كل ثرواتها تنهب، وشعبها ما عندوش حاجه غير انه يقتل في بعضه. اذا على الاقل مصر هتنقل السودان لمرحله المكاسب من ثرواته لاول مره، والمرحله هدوء وسلام. مقابل ايه؟ مليون او اكتر فدان زراعه ومشاريع مشتركه في كل المجالات، وبدات بالفعل من 6 شهور. تعدين ومناطق وامتيازات وتعويضات عن اللي اتحملته مصر وشعبها من تكلفه طول السنين اللي فاتت. هي الامور كده وبوضوح. اذا البرهان وتصريحاته اليوم ماشيه برضه في طريق الشد والجذب. سيبوا دايما كل الكلام الحماسي وركزوا ان البرهان اعلن لاول مره امكانيه الجلوس مع حميدتي للتفاوض.
تفاوض. سيبكم من باقي الجمل الطويله السخنه عن نزع سلاح الدعم السريع وتجميعهم في مكان واحد وغيره، وسيبكم من كل الكلام ده. لو كان البرهان يقدر يعملها، طب ما عملهاش من الاول ليه؟ البرهان كان متدمر ومصر لحقته بالعافيه. اذا التصريحات هتتدرج ثم هدنه ثم يفضلوا يتكلموا كتير في مفاوضات، لكن عشان نكون واضحين العالم كله بيضغط لوقف الحرب وعلى راسهم امريكا ووجهه النظر المصريه تماما، وكل دول العالم وعلى راسهم ترامب اصدروا تعليماتهم بعدم وصول امدادات خارجيه لاي طرف. وسيبكم من كلام اسرائيل وانها مشتركه مع حميدتي، طبيعي اي دوله مستباحه كل الناس جواها ومشتركه في استباحتها، لكن قفل الحرب هيعدل كتير، ومحدش كده قدر يلعب مع مصر في امنها القومي، ومفيش مخطط نجح الحمد لله. نروح بقى لمصر الحبيبه. مبدئيا مصر بتهدي كل الحروب في المنطقه وبرضه بتحصل على مكاسب، تعويضات عن كل مليم اتدفع لغزه من اول الحرب، تعويضات عن كل مليم خسرته قناه السويس، وتعويضات عن كل مليم صرفته مصر واتحملته بسبب ملايين المقيمين الاجانب واللاجئين على ارض مصر من سنين طويله، تعويضات عن خسائر مصر نتيجه الحروب اللي على حدودها. وكمان مصر ليها مطالب، اولها رجوع ملايين السوريين والسودانيين واليمنيين لبلادهم، وبعدها رجوع الاعداد القليله من دول افريقيه. تاني حاجه مبادله لاكبر نسبه من الديون باستثمارات ومشاريع مشتركه، دخول التكنولوجيا ونقلها والشراكه في المعادن النادره وتفعيل تنقيتها وتصنيعها على ارض مصر، عدم تدخل خارجي في سياسات مصر. طب ليه هيعملوا كل ده لمصر؟ دي احلام ولا ايه بالظبط؟ وايه المقابل؟ المقابل مصالح كتير جدا كلها مفاتيحها مع مصر. اللي عايز او مش عايز، امريكا هتكسب سياسيا واقتصاديا بشكل هائل، وتقدر بالفعل ترجع لافريقيا باتفاقات متزنه مش نهب ثروات، وبتدخل لكل مكان عن طريق مصر وشروطها. ما كانش غريب وجود رئيس اذربيجان وارمينيا في قمه شرم الشيخ للسلام، وما كانش غريب زياره رئيس قرغيزستان لمصر في اول زياره من نوعها وفتح سفاره لبلاده في مصر. اذا الجميع بيتحول من صراع على المكاسب لتعاون والحصول على مكاسب اكبر بكتير. النظام العالمي دلوقتي اتحول ل4 محاور كلهم بيتقاطعوا عند مصر، وكل قياداتهم كانت مع مصر خلال شهر واحد بس. محور امريكا، وكلنا شفنا تحول جذري للعلاقات مع مصر. محور اوروبا، وشفنا زياره الرئيس للاتحاد الاوروبي، شفنا حجم المشاركة مع مصر كل حدث بتدعو ليه. محور الصين، وشايفين حجم مشاريع الصين وصراعها علشان ترضي مصر اقتصاديا وعسكريا، واللي وصلت لمراحل هايلة بتقدم فيها الصين نقل لتكنولوجيا نادرة، ومصر بتدرس خياراتها لأن العروض كبيرة من كل المحاور، ومصر هتدور على مصالحها والأفضل مع الجميع. محور روسيا، واتكلمت عنه في فيديو قبل كده. كل المحاور اللي فاتت هي أركان النظام العالمي الجديد، ومصر في قلب النظام وأساس لاتزانه. طيب والهند واليابان وغيرهم، كل دول ضمن المحاور، لكن ما بتلتقيش عندهم كل المحاور. اليابان مهمة لكن خارج محورين الصين وروسيا. الهند مهمة لكن بتقرب وبتبعد عن المحاور، لكن مصر ثابتة مع المحاور دي كلها. علشان كده قلنا الأهم هو الغرب والصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرهم، لأن دي التنمية الحقيقية اللي بتبني مصر صناعة ونقل تكنولوجيا. نروح بقى للاستثمار والعمل والدخل في مصر. خلال سنتين آلاف المصانع فتحت، من 5 ل 10% شعب مصر اتفتح لهم باب رزق ما كانش موجود، لأن في ناس شغلت المصانع دي واخدت مرتبات، والناس دي ليها اسر وبيوت اتفتحت، وده خلاها مصدر رزق. الاستثمارات في الصناعه هايله وشغاله بمعدلات غير مسبوقه، وبالتالي فرص العمل لو فضلنا على كده ل4 سنين هتكون هايله، وكل المشاريع الحمد لله بدات تجيب ثمارها. القطار السريع مش حلم، اتحقق وبدانا نشتغل. المونوريل ومترو الانفاق ومترو انفاق اسكندريه سنه واحده ويكون شغال، وغيرها مليون حاجه وحاجه. هتقول لي طب كل الكلام ده جميل، لكن الشعب بيكح تراب، والدخل بعد تحرير سعر الصرف وغلاء الاسعار ورفع الدعم زي الزفت، وده مضيع فرحتنا بالمشاريع الهائله اللي انت بتتكلم عليها. هقول لك كلامك مظبوط 100%. فعلا المشاريع دي كلها بتشغل ناس، تفتح بيوت، لكن الاغلبيه الاكبر دخلهم قل جدا، واصبحنا في معاناه وضغط هائل. طب ايه اللي هيعدل احوالنا؟ بالعقل والمنطق اول حاجه هتعدل احوالنا هي ان المصانع والمشاريع وكل حاجه من الاستثمارات تفضل تزيد وتكتر طول الوقت، علشان نوصل ان عددنا الهائل ده يشتغل منه ناس اكتر، وبدل ما السنتين اللي فاتوا اتفتح 5% بيوت وعمل ورزق من الاستثمارات دي، يفتح رزق ل 25%، يعني تلت الشعب المصري. وقتها بس كتير هيحسوا باختلاف. تاني حاجه المرتبات بتاعت الشغل الجديد تكون مجزيه ومحترمه، يعني الشغل في افريقيا ومشاريعها مرتباتهم بالدولار وقيمتها اعلى بكتير جدا من الخليج، وبالتالي الدخل بيفرق كتير جدا مع اللي بيشتغل هناك. كمان مرتبات مشاريع ليبيا كبيره جدا، ومرتبات فرص العمل جوه مصر كهرباء والبترول والهيدروجين الاخضر، الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والمناطق الحره والاقتصاديه والمنتجعات ال5 نجوم وغيرها، كلها مرتبات عاليه جدا ودخول محترمه. اذا كل ما تزيد
هتزيد الاستثمارات في الحاجات دي هنضمن شغل بدخل محترم وحقيقي. نيجي بقى للعدد الاكبر، المعاشات والجهاز الحكومي والناس اللي شغاله قطاع خاص واليوميه، كل دول النسبه الاكبر والدخول بقت هزيله والاغلبيه العظمى منعدمه، وبرضه مفيش دخل عند الدوله هيخليها تزود او تسند او ترفع بشكل حقيقي الفئات دي غير بموارد وفوائد حقيقيه وكبيره علشان تقدر تحقق معادله زياده دخل بدون زياده اسعار. الدعم وشبه انتهى بشكل ما حصلش قبل كده. الديون، وهيعلن عن مفاجآت هتفرحنا بخصوصها، والديون لوحدها بتاكل حجم هايل من دخل الدولة بداية من السنة الجديدة، وده بالفعل حصل دلوقتي، غير عوامل إضافية تانية. هتكون في طفرات كبيرة بإذن الله في قطاع السياحة ورجوع معدلات العبور من قناة السويس، وهدوء الحروب والاضطرابات هيفتح ابواب هايله من تدفقات ثروات من اعاده الاعمار والمشاريع المشتركه والذهب، وافتكروا الكلمه دي. وبالتالي وبالارقام والحقائق واضح جدا ان في تغيرات ايجابيه، والحقيقه كلها تفتح النفس جدا جدا باذن الله. وباذن الله تكون دايما اخبار ناجحه ونقلات كبيره تساعد مصر وشعبها الشرفاء المخلصين الصابرين على تحول جذري اقتصادي نستحق كلنا، دوله وشعب، مع الحفاظ على مصالحنا دون الانزلاق لصراعات او مشاكل ما تخصش مصر وشعبها في اي حاجه. وما تنسوش، محدش هيحل مشاكل فلسطين ولا سوريا ولا السودان ولا لبنان ولا اليمن ولا ليبيا غير شعوبها. زي ما ضيعوها يرجعوها. اي حاجه غير الشعوب مجرد جهود مساعده بس، ما بتغيرش اوضاع بشكل جذري. وربنا يحفظ مصر وشعبها بخير وتقدم وامان. وما تنسوش تكتبوا في التعليقات تحيا مصر، وسلام عليكم.